طبعا كل الزملكاويه حبايبي، ويا رب يعطيكم الصحه والعافيه ونسمع عنكم كل خير. طبعا فيديو جديد مش طويل، يعني هو هندردش فيه مع بعض. طبعا دلوقتي الزمالك فيه وديتين هتكون في الامارات، ودايما بنقول ربنا يوفق نادينا ونشوف نادينا يرجع كده تاني، لان الكره من غير الزمالك ما تسواش، والحياه من غير زمالك ما تبقاش حياه. الزمالك مش هيغيب ومش هيبعد ومش هيبعد. وطبعا عايز اقول على حاجه، احلى جمهور، مش مجامله لاني زملكاوي، لا جمهور عظيم. جمهورنا للزمالك جمهور واعي، جمهور مثقف، جمهور بيفهم، جمهور داعم، جمهور وافي. عايز تقول زي ما تقول، اتكلم عن صفات جمهورنا للزمالك من الوفاء، قول زي ما تقول. نادي الزمالك في الحب والعشق مفيش بعد كده، حبه لناديه ووقفته جنب ناديه والمحن. وعلى فكره يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، انتوا الواحد منكم مليون من الناس التانيه، مع احترامي الشديد. انتوا ممكن وقفنا في محن كتير وقعدنا سنين طويله مفيش بطولات، لكن انتوا ما اتغيرتوش وثابتين على عقيدتكم اللي هو حب وعشق نادي الزمالك. وده شيء مهم جدا، انك انت بتحب ناديك في السراء والضراء، والسراء والضراء طولت قوي قوي قوي، ومع ذلك ما قلتش، ما رجعتش، ما ضعفتش، ما ملنتش، وده شيء جميل جدا. طبعا نادي الزمالك الفتره اللي جايه دي يا جماعه، احنا محتاجين نتكلم على الفريق. طبعا معتين الجمال يمكن ده انا شايفها فتره مؤقته. اذا انت هتجيب مدرب جديد لازم يكون معاك لعيبه جديده، ولاعيبه في بعض الاماكن لازم انت عندك لعيبه محترفين، لازم دول يتغربلوا. وده اللي انا عايز اقوله، سؤال مفتوح ليكم كمشاهدين، بتعلم منكم من ارائكم. بالنسبه ما هي الاماكن اللي انتم شايفينها محتاجه تدعم في نادي الزمالك حاليا؟ مين الاماكن، اي اماكن محتاجين ندعمها في نادي الزمالك دلوقتي؟ انا وجهه نظري لازم اللعيبه الاجانب بالكامل يمشوا. ما انا عارف انك هتقول لي الجزيري يقعد او مش ما يقعد، لا انا عندي اللعيبه الاجانب بالكامل. يا تجيب لعيب تضمن انه اساسي ووجوده مؤثر في الملعب، يا بلاش يلعب اساسي ويكون مؤثر. مش تجيبه دكه، لا ده يبقى في الملعب على طول، ولعيب مؤثر، لعيب ما ينفعش يغيب، لعيب يعني يستحق كلمه محترف، لعيب ما يبقاش زيه عندك في الكره المصريه. هو ده الفرق. انت اسم محترف، يعني انت جايبه يكون عالي على اللعيبه اللي عندك. اذا مش عالي او زي اللي عندك، لا انا هجيب لعيب يبقى بديل، يبقى من البدايه ما اجيبوش على طول. واتمنى الفتره اللي جايه مش بكتر الشراء، مش عايزين زي المجلس اللي فات نشتري لعيبه كتير قوي تقعد لا انا عايز لعيب يجي يكون لعيب مؤثر موجود، يلعب اساسي مش احتياطي، وده اللي احنا عايزينه. فاللعيبه الاجانب بالكامل، مع احترامي للمسلوسي، لعيب كبير ونضج ولاعيب كبير ولاعيب دولي، انا شايفه حلو معانا في خط الظهر. بس انت ممكن يبقى عندك لعيبه في خط الظهر كويسين جدا محليين وممكن يدوك، لكن انت محتاج قوه في نص ملعب، قوه في الهجوم، قوه في الاجنحه، يبقى عندك فريق شرس. يعني فريق شرس. انت عندك مع عوده الونش برضو ومش عايزين نعتمد على الونش كتير يا جماعه، لان برضو بعد الصليبي كذا مره دي بتبقى مش يعني اللعيب ما بيرجعش. وحسام عبد المجيد بعد ما وزنه زاد ما عادش، عشان كده يمكن ما انضمش للمنتخب. في لعيبه يعني ما اهتمتش بنفسها، وده غلط. فخط ظهرك انا شايف ان الزمالك محتاج فرقه كامله. فرقه نادي الزمالك محتاجه فرقه كامله، على زيزو، على عواد. مين تاني يا جماعه؟ مين تاني تقدر تقول لعيب اساسي في الملعب؟ على فتوح في الشمال، عندك زيزو، عندك عواد، عندك مين تاني؟ اذا كان بقى بديل شيكابالا عندك ممكن يكون اوباما، فبعض اللعيبه كده. لكن انت عايز تبني فرقه تقيله، فانت محتاج نص ملعب بالكامل. وبشكر طبعا، انا يمكن قلت يمكن الفيديو اللي فات ايه، بس يمكن اخطات، وشكرا للزميل او الكابتن اللي صحح لي خطأي وقال نبيل عماد دونجا لعيب كويس. انا بقول لك لعيب نبيل عماد دونجا، لا انا وجهه نظري، انت على راسي من فوق، وجهه نظرك على راسي من فوق. انا بقول خط وسط نادي الزمالك بما منهم السيسي، بما فيهم مصطفى شلبي اللي ملوش اي 30 لازمه، وبرضه هختلف معاك وهقول لكم ليه. دونجا، رؤى، السيسي، الناس دي كلها تمشي يا جماعه. في فرق بين انك لعيب بدني، هو دونجا لعيب بدني بس، لكن مش مبهر، مش مبدع، مش لعيب يجيبك كده ويعمل كده الثرو ولا حاجه، وبيدخل تدخلات برضو. يعني انت نص ملعب، لا خليك برضو لعيب، يعني لعيب كوره، يكون عندك وجود مؤثر في التصويبات، في القطع، في الجمل، في ازاي بتزيد، في ازاي في الزحمه، ازاي بترقص. وهو ده لعيب كره نادي الزمالك يا جماعه. انت لازم تجيب لعيب كبير، لعيب كبير قوي. يعني انت مع احترامي للنادي المنافس، لو بصيت فيه لا لعيبه، لا هم مكسبهم لعيبه. وعايز اقول على حاجه بقى عشان نبقى متفقين، لازم اللعيب اللي عندك يكون دولي، لعيب بيلعب دولي، لعيب منتخب.
انت قائمتك اللي فيتوريا اختارها، انت في كام لعيب المنتخب يا جماعه؟ فتوح، زيزو، محمد صبحي، وما خدش عواد ليه؟ ما اعرفش يعني. انا بستغرب ان محمد عواد مش موجود. يعني الحارس الرئيسي الاساسي لنادي الزمالك، واللي عامل مباريات قويه جدا مع نادي الزمالك ما خدوش، فكارثه يعني. لكن انا بتكلم لازم اللي يلعب لنادي الزمالك كان زمان كان على طول نص المنتخب الزمالك اهلي. لكن دلوقتي ما عادش. ليه؟ لان انت ما عادش عندك لعيبه دوليين، ما عادش عندك لعيبه جامده مؤثره مع احترامي الشديد. فعايز الاجانب كلهم يكونوا جامدين. انت عايز 2 راس حربه تقال موجودين في الملعب جامدين جدا، صراع جدا. لعيب اذا ما كانش يجيب يساعد ويبقى محطه، يمسك الكره تحت ضغط ويساعدك. لعيب تاني في الشمال مع زيزو لازم يلعب في اليمين. زيزو اكل عيشه وتفوقه في اليمين، ما ينفعش يلعب في الشمال. مصطفى شلبي مع احترامي الشديد، ما احنا لازم برضو نتكلم بالعدل يعني. ما عايزين نتكلم يعني، لو بصينا لحسين الشحات لازم نتكلم بما يرضي الله. لا، لعيب كبير، لعيب موهوب 1 على 1 وبيجيب ازاي، مع ان انت اللي عارف لعبته لكن مؤثر. فانت عايز لعيب بالنوعيه دي، لعيب نوعيه علي معلول اللي في الملعب بقاله كام سنه ما بيطلعش، ولعيب مؤثر جدا مع انه بدنيا اتهلك، لكن شوفوا بيأدي قد ايه يا جماعه. فانت لعيب استفدت منه، جبت لعيب محترف استفدت منه. حسين الشحات مكسر الدنيا في الشمال، عندهم تو في اليمين، زيزو في اليمين تقيل ممتاز رائع، خليه يمين. هات واحد زيه في الشمال مع 2 راس حربه، مع خط نص ملعبك جامد، مع مدافعين، هتلاقي انت نادي الزمالك راجع. لازم انت محتاج فرقه كامله ومحتاج دكه بدلاء كامله. فنادي الزمالك محتاج فريق كامل، اسامي تقيله، اسامي لعيبه منتخبات، لعيبه دوليين. ما ينفعش الاهلي يبقى لوحده، ما ينفعش احنا اللي عملنا بنفسنا كده بايدينا وبايدين غيرنا. فنادي الزمالك لازم يرجع. فنتمنى التوفيق بقى للمجلس ده، ونشوف صفقات حلوه، ونشوف لعيبه، ونشوف رجال اعمال اللي كانوا بيتكلموا على ان مرتضى بعيدهم. عايزين اهو النادي ملككم، ادخل ورينا صفقات فين، ورانا التعاقدات، لجنه الكوره والتعاقدات والتسويق فين. فده اللي يتمنى بقى لنادي الزمالك. عايز سؤال حلقتنا ليكم النهارده، كل الزملكاويه المحترمين، نادي الزمالك محتاج كام لعيب؟ وقول لي الاماكن اللي نادي الزمالك محتاج فيها لعيبه جامدين جدا. وقول لي كمان ايه اللي ينقص نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. وقول لي ايه رايك في اللعيبه المحترفين الاجانب حاليا، هل كلهم يمشوا ولا في حد منهم لازم يكون موجود؟ اذا عجبك الفيديو لايك، شير، كومنت.